فشارك جاهز؟ طب يلا بينا. وبتبدأ أحداث الفيلم بشاب اسمه خوان، واللي كان مسافر لبلد اسمها كومالار، وده لأن والدته عرفته إنه هيلاقي والده هناك. وفي الطريق بيقابل راعي بغال وبيوصله للمدينة، وده لأنها بتكون مدينة مهجورة ووسط الصحراء ومستاهل إن أي حد يوصل لها. وبيتصدم خوان لما بيشوف المدينة، وده لأن كلام والدته عنها كان مختلف، زي إنها مدينة زراعية ومليانة سكان كتير. وفي الوقت ده بيسأل خوان الراعي اللي وصله للمدينة عن بيدرو، فبيصدمه وبيعرفه إنه مات من سنين طويلة. فبيطلب منه خوان إنه عايز مكان يقيم فيه، فبيعرفوا الراجل إنه يسأل على فندق إيدوفينيس ويقول لها إنها تبعه وهي هتستضيفه، وبيسيبه يكمل رحلته جوه المدينة لوحده وبيمشي. وأثناء ما هو ماشي وسط البيوت المهجورة بيشوف واحدة ست شكلها غريب وبيسألها عن فندق إيدوفينيس، فبتشاور له على أكبر بيت في المدينة. وبيروح خوان للفندق وبتفتح له الباب إيدوفينيس صاحبة الفندق، والغريب إنها بتتعرف عليه وبتقوله إنها كانت مستنياه. فبيستغرب خوان وبيسألها عن السبب اللي خلاها تستناه، وهو نفسه ما كانش عارف إنه هيجي. فبتصدمه إيدوفينيس وبتعرفه إن والدته هي اللي عرفتها. فبيقول لها خوان إن والدته توفت من 7 أيام. فبتقوله إيدوفينيس إن هي والدته صحاب مقربين، والموت مش هيمنعهم إن هما يتكلموا ويعرفوا أخبار بعض. فبيفتكرها بتهزر وبيمشي معاها لأوضته، وبيستغرب لما بيلاقيها أوضة مهجورة وقديمة لدرجة إنه مش بيلاقي سرير ينام عليه. وبتقوله إيدوفينيس إنه هو أول واحد يجي الفندق من وقت طويل، وبتعزمه إنه ياكل معاها وبيوافق. وبعدها بنشوف خوان وهو قاعد مع إيدوفينيس وبتحكي له عن ماضيها مع والدته وبيدرو، وبتقوله إنها كانت صديقة والدته المقربة ومعاها كل أسرارها، وإن والدته خلفته بعد سنة من جوازها من بيدرو، وإنها كانت بتحب والده جدا، ولكنه اتغير بعد الجواز لراجل قاسي وبيتحكم فيها وبيضربها. وده السبب اللي خلى والدته تسيب بيدرو وسافرت لمدينة تانية وكملت حياتها هناك. وبيسألها خوان إذا كان بيدرو اتجوز تاني أو خلف ابن تاني، فبتفاجئ إيدوفينيس إنه بيدرو خلف أطفال كتير من ستات مختلفة، ولكنه ما اعترفش غير بابن واحد واللي بيكون اسمه ميغيل، وده لأنه خلفه من بنت وقع في حبها بعد ما هو والدته سابته وسافرت لمدينة تانية. وبنرجع للماضي وبنشوف إيدوفينيس وهي قاعدة في الفندق بتاعها، وفجأة بيخبط عليها الباب وبتتصدم لما بتفتحه وبتشوف ميغيل ابن بيدرو، وبيظهر إنه كان خايف وهربان من حاجة، وإنه ما كانش عارف يروح للمدينة، وإنه نسى الطريق اللي يوصله ليها. فبتحزن إيدوفينيس وبتعرفه إنه مش عارف يرجع للمدينة مرة تانية، وده لأنه انتحر من فوق السور بتاع بيته من أسبوع، وإنه في الحقيقة مات. وبتقوله إنه يتقبل حقيقة موته، وده علشان يلاقوا جثته ويدفنوها ويموت في سلام. وبتقفل في وشه الباب وهي منهارة من الحزن. وبنعرف إن إيدوفينيس بتعرف إنها تتواصل مع الموتى، وإنها كانت بتشتغل راهبة في الكنيسة قبل ما تشتري الفندق بتاعها. وفي تاني يوم إيدوفينيس بتروح الكنيسة، وده علشان تحضر عزا ميغيل بيدرو، وبتحزن لما القس بيرفض إنه يصلي عليه أو يغفر له قبل ما يدفنه. وبنعرف إن ميغيل كان مكروه وكل سكان المدينة مش بيحبوه، وده لأنه كان بيعاملهم وحش وبيعتدي على بناتهم، وما بتقدرش إنها تتحمل خسارتها لميغيل وبتنتحر. وبنرجع للحاضر وبتكمل إيدوفينيس حكايتها لإخوان وبتسأله إذا كان بيقدر يشوف الموتى، فبيستغرب خوان من كلامها وبيقول لها إنه ما تكلمش مع أموات قبل كده. فبتاخد إيدوفينيس الشمعة وبتدخل أوضة تانية في الفندق وبتسيبه. ولما خوان بيمشي وراها بيتفاجئ لما بيلاقيها اختفت، وبيفضل يدور عليها في كل مكان في الفندق ولكنه ما بيلاقيهاش. وبيظهر إن طول الوقت ده خوان كان بيتكلم مع روح إيدوفينيس، وإنها في الأصل انتحرت من بعد موت ميغيل. وفي نفس الوقت ده بتظهر فجأة ست واللي بيكون اسمها دميانة، وبتعتذر لإخوان إنها اتأخرت عليه، وده لأنها من منطقة بعيدة اسمها دمانة. فبيتعرف عليها إخوان وبيسألها إذا كانت دميانة الخادمة بتاعته، وده لأن والدته قالت له إنها هي اللي ربته في صغره، وإنها كانت الخادمة المقربة من والدته في شبابها. فبتفرح دميانة إنه افتكرها، وبتقوله إنها مستنياه علشان تاخده وتوديه لبيت عيلة والدته. فبيطمن خوان وبيروح معاها. وبنرجع للماضي وبنشوف بيدرو وهو بيتكلم مع المحامي بتاعه، وبيعرفوا إنه مديون لعيلة ساسيدو بفلوس كتيرة جدا، وإنه مش هيقدر يسدد لهم الفلوس، وده بسبب إنه مديون لعائلات تانية وطالبين فلوسهم في أسرع وقت. فبيفكر بيدرو في كلامه وبيسأله عن الحل القانوني اللي هو شايفه مناسب. فبيعرفوا المحامي إنه يبيع أرض دميانة لعيلة ساسيدو، وفي المقابل هياخد فلوس أكتر من الديون اللي عليه. ولكن بيدرو بيرفض فكرته وبيطلب منه يعرفه معلومات أكتر عن عيلة ساسيدو،
فبيعرفوا إن ساسيدو عنده بنت واحدة واللي بيكون اسمها لولا، وإنها هي صاحبة الأرض واللي يعتبر مديون لها. فبيتحمس بيدرو وبيطلب منه إنه يروح للولا ويقول لها إن بيدرو بيحبها وعايز يتجوزها. وبنعرف إن بيدرو كان وسيم جدا وكل بنات المدينة بتتمنى إنه يبص لها. وبيفهم المحامي خطة بيدرو وبيتفق معاه إنه هيروح يتكلم معاها. وبعدها بيروح محامي بيدرو يتكلم مع لولا عن عرض بيدرو للجواز منها، وبيقول لها إنه كان بيحبها من زمان، وإن والدها منعه إنه يشوفها أو يعترف لها بحبه، وإنه كان مستني أقرب فرصة وده علشان يتقدم لها. فبتفرح لولا جدا بكلامه وبتكون مبسوطة إن بيدرو أخيرا لاحظها. وبيظهر إن لولا مش جميلة وإنها كانت بتحب بيدرو في السر. وبيحدد معاها المحامي ميعاد الجواز وبيطلب منها إنها تقول للقاضي إن ملكية الأراضي بتاعتها هتكون مشتركة بينها وبين السيد بيدرو، وده لأنه هيكون جوزها وهو اللي هيدير ممتلكاتها. فبتفرح لولا وبتوافق، وده لأن اللي يهمها هو إنها تتجوز بيدرو وتغيظ بنات المدينة. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف محامي بيدرو وهو قاعد مع ألبرتو، وبنعرف إنه من عيلة تانية مديون ليها بيدرو. وبيزور المحامي في الأوراق وبيعرفه إنه انتهك القانون لما عيلته استولت على أرض بيدرو، وإن هما لازم يصبروا عليه، وده لأنه بيجمع فلوسهم وهيسددها قريب، وإنه هيتجوز لولا من عيلة ساسيدو. ولكن ألبرتو بيرفض إنه يرجع الأرض لبيدرو. وقتها المحامي بيقرر إنه يخلص منه وبيأمر الرجال إن هما يشنقوه وبيخلصوا منه. وبنرجع للحاضر وبنشوف المربية دميانة وهي مع خوان واللي بيكونوا ماشيين في شارع من شوارع المدينة. وقتها خوان بيستغرب لما دميانة بتسأله عن والدته، فبيعرفها إن والدته ماتت من أسبوع. فبتحزن دميانة وبتقوله إنها ما تعرفش حاجة عن والدته من 7 سنين. فبيتفاجئ خوان وبيسألها عن الطريقة اللي لقيته بيها، وده لأنه فكر والدته قالت لها قبل ما تتوفى. وبترتبك دميانة وما بتعرفش ترد عليه. فبيخاف خوان وبيسألها إذا كانت حية زيه. فبتسيبه دميانة وبتدخل في شارع وبتختفي، وبيظهر إنها ما كانتش موجودة معاه، وطول الوقت ده كان بيتكلم مع روحها. وبيفضل خوان يمشي في شوارع المدينة بخوف وما بيكونش عارف الطريق للخروج من المدينة. وفجأة بيشوف محامي بيدرو و2 تانيين وهما بيضربوا واحد، واللي بيترجاهم إن هما ما يقتلوهوش وإنه مش هو اللي قتل أبو بيدرو. وبنعرف إن بيدرو بعد جوازه من لولا بدأ إنه يدور على الراجل اللي قتل والده، وبنعرف إن والده اتقتل بسبب الديون اللي عليه. ووقتها بيدرو بيقرر إنه يخلص من كل العائلات اللي مديون لها ويرجع حق والده، لدرجة إنه انتقم من لولا بعد الجواز، وكان السبب في إنها تسيب المدينة وتهرب منه هي وابنها خوان. وساعتها خوان بيترعب أكتر وبيقع على الأرض بخوف وجسمه بيترعش. وفي نفس اللحظة دي بيظهر زوجين من المدينة وبيسألوه إذا كان مريض. فبيعرفهم خوان بخوف إنه تايه وعايز يمشي من المدينة، ولكن الراجل بينصحه إنه يبات معاهم لغاية بكرة الصبح، وده لأن المدينة بتكون خطر بالليل ومليانة بالضباب. وبيتوتر خوان وبيسألهم لو كانوا ميتين زي دميانة وإيدوفينيس. فبيضحك الراجل على كلامه وبيفتكروا سكران وبيساعدوا وبيدخلوا معاهم للبيت. وأثناء ما بيدرو بيكون نايم بيحلم بالست اللي أنقذته مع جوزها، بتقرب منه وفجأة بتتحول لطين، والبيت كله بيتحول لطين وبيسحب بيدرو لتحت الأرض. ولكنه بيفوق بسرعة وبيزحف بره البيت بصعوبة وبيمشي لغاية ما بيوصل للكنيسة. وقتها بيسمع كل أصوات ونحيب الموتى اللي اتسبب في ظلمهم وعذابهم بيدرو. وبيظهر إن خوان هو كمان مات، وطول الوقت ده كانت روحه تايهة في أرض كالومار بسبب أخطاء والده بيدرو. وبنرجع بالزمن لحياة بيدرو بعد ما ابنه ميغيل مات، وبنشوفه وهو بيرشي القس، وده علشان يصلي لميغيل ويغفر له، وبيديله فلوس في مقابل إنه يفشي إن ميغيل اعتدى على بنته وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بنشوف القس وهو بيسمع الاعترافات من الستات اللي عايشة في المدينة، وكل الستات بتشكيله إنها دخلت في علاقة مع بيدرو، وبيطلبوا منه إنه يغفر لهم وإنه يقول لبيدرو عن الأطفال اللي من صلبه، وده علشان يعترف بيهم. ولكن القس بيرفض إنه يتكلم مع بيدرو، وده لأنه بيرفض دايما إنه يقبل أي ست أو ابن ليه من علاقة غير شرعية، لغاية ما بتجيله ست واللي بيكون اسمها دورولينا. وبنعرف إنها ست عرجاء وفقيرة جدا، وإن بيدرو كان بيعطف عليها وبيديلها أكل في مقابل إنها تجيب له بنات وتعرفه مكان السيدات الأثرياء، وده علشان يدخل معاهم في علاقة في مقابل إنه ياخد منهم فلوس. وبتعترف دورولينا للقصة عن البنات اللي كانت بتجيبهم لبيدرو، وبتعرف إنه عايش في معاناة، وده لأنه طول حياته ما حبش غير بنت واحدة واللي بيكون اسمها سوزانا. ومن بعد موتها بيدرو اترهبن وفضل عايش باقي حياته على ذكراها. وبتبدأ تحكي للقصة عن سوزانا حبيبة بيدرو. وبنرجع بالزمن بعد ما سوزانا رجعت للمدينة مرة تانية، وبنعرف إنها كانت صديقة بيدرو من الطفولة،
وإنها هاجرت من المدينة وهم أطفال، ومن وقتها وبيدرو مستنيها ترجع له. وفي يوم بيفاجئوا المحامي إن سوزانا رجعت هي ووالدها، ولكنهم بيكونوا فقراء وما معهمش أي أملاك ممكن يستولي عليها. ولكن بيدرو مش بيهتم بفلوس سوزانا زي ما بيعمل مع باقي الستات في المدينة، وبيطلب من المحامي إنه يتكلم مع والد سوزانا ويعرض عليه إنه يسدد له كل ديونه في مقابل إنه يتجوز سوزانا. وبيروح بعدها والد سوزانا يتكلم مع بنته وبيسألها لو كانت موافقة إنها تعيش مع بيدرو، فبتفرح سوزانا إن بيدرو لسه فاكرها وبتوافق. ولكن والدها بيتعصب من رد فعلها وبيعرفها إنه رفض جوازها من بيدرو، وإنه قال له إنها أرملة ولسه بتحب جوزها، وبيهددها لو قابلت بيدرو هيقتلها. وفي تاني يوم بنشوف المحامي وهو بيتكلم مع بيدرو وبيعرفه إن والد سوزانا رفض إنه يجوزها له أو يسمح له يشوفها. فبيتضايق بيدرو وبيتفق مع المحامي إنه يبعت والد سوزانا للمنجم بتاعهم، وده لأنه معهوش فلوس يشتغل في مكان قريب. وبيأكد على المحامي إنه يعرض عليه الشغل في المنجم بشرط إنه يسافر لوحده وما ياخدش سوزانا معاه، وأثناء ما هو بيشتغل يخلص منه. وقتها سوزانا هتكون يتيمة، وإنه هيستغل الفرصة ويتجوزها وياخد البيت بتاعها ويتجمعوا مع بعض مرة تانية. وبعد فترة بتنجح خطة بيدرو وبيخلصوا من والد سوزانا وبيتجوزها. وفي الوقت ده بنشوف سوزانا بتعاني من فراق والدها، وبتتعامل مع دميانة والخادمات وحش، وبترفض إنها تسامح بيدرو على وفاة والدها، وده لأنها بتكون متأكدة إنه السبب في وفاته، وبتفتكر ذكرياتها مع والدها. وبيظهر إنه كان بيستخدمها في إنه ينزلها للمقابر القديمة والآبار، وده علشان تسرق الفلوس والذهب من الأموات. وبتفوق من ذكرياتها وبتسوء حالتها أكتر وبتمنع الأكل والشرب بسبب حزنها على والدها. وبيدرو بيتألم بسبب حالتها وإنه مش عارف يساعدها. وفي نفس الوقت ده بنشوف محامي بيدرو وهو بيشرف على العمال، ولكن فجأة بيظهر مجموعة من الناس راكبين خيول وبيسموا نفسهم المتمردين، بيضربوا النار على المحامي وبيموت فورا. وفي نفس الوقت ده بيشوفهم واحد من العمال، وبعدها بيروح العامل يحكي لبيدرو عن اللي حصل. وقتها بيدرو بيعزم المتمردين على الأكل عنده في بيته وبيسألهم عن شغلهم والسبب اللي مخليهم بيدوروا عليه. فبيعرفوا زعيمهم اللي بيكون اسمه كالسيدو إن هم صوروا متمردين على نظام الحكومة والأثرياء اللي زيه، وده لأنهم سرقوا أرضهم وفلوسهم. فبيعرض عليهم بيدرو إنه يساعدهم ويديهم فلوس كتير ورجالة، وده علشان عددهم يزيد ويقدروا يقفوا قدام الحكومة، في مقابل إن هم ما يقربوش من أرضه أو أملاكه. وبيتحمس كالسيدو لعرضه وبيقنع أصحابه وبيوافقوا إن هم يتعاونوا معاه. وفي نفس الوقت ده بنشوف سوزانا وهي حالتها بتسوء أكتر وجسمها بيضعف من قلة الأكل، وما بيقدرش بيدرو إنه يتحمل يشوفها بتموت، وبيطلب من القس إنه يساعده. وبيحاول القس إنه يتكلم مع سوزانا، ولكن كل محاولات بيدرو في إنه يحافظ على حياة سوزانا بتفشل. وبعد 3 سنين من المعاناة بتموت سوزانا. وبنرجع لدورلينا وهي بتحكي قصة سوزانا للقس، وبتقول إن وفاة سوزانا أثر على بيدرو وتحول لشخص حزين وغاضب، وقضى بقية حياته وهو محبوس في بيته. وطلب من القس إنه يعمل عزل سوزانا وحداد يدوم ل3 أيام. ولما القس بيبدأ إنه يدق أجراس الكنيسة، كل الناس من المدن القريبة من مدينة كولامار بتحضر للمدينة وبتفتكرها احتفالات دينية، وبينسوا الحداد اللي فرضوا بيدرو على الكنيسة والمدينة. وبتمر سنين وبتتغير فيها مدينة كومالا، وبنعرف إن بيدرو طرد كل العمال والمزارعين وقرر إن المدينة هتموت زي ما ماتت حبيبته سوزانا، وبتتحول المدينة لأرض صحراوية وبور، وبيبدأ السكان إن هم يهاجروا منها. وبنرجع للحاضر وبنشوف جثة خوان وهي مرمية وسط المدينة، وبتموت جنبه دورينا، وبتكون آخر روح من سكان مدينة كولامار. وبنعرف إن طول الوقت ده خوان كان ميت، وإنه مات في تاني يوم وصل في المدينة وعرف حقيقة والده بيدرو بعد ما روحه عاشت مع أرواح سكان المدينة، وعرف حقيقة والده وعيلته.